في البداية أحب أنوه زي كل مرة، مش عشان تتفرج على الجزء ده محتاج تتفرج على باقي الأجزاء، لأن كل فيلم بيكون منفصل لوحده بقصة مختلفة، بس كلهم بيكونوا في نفس العالم. وعلى العموم يعني ملخص الثلاث أجزاء موجودة عندي على القناة، تقدروا تتفرجوا عليهم، وكمان اللينكات بتاعتهم موجودة في الوصف بتاع الفيديو ده. ونروح للجزء الرابع، وبيبدأ الفيلم في مقر شركة أمبريلا الرئيسي اللي في طوكيو، وطبعا المقر ده تحت الأرض. ورئيس الأمن بتاع الشركة بيبلغ مدير أمبريلا اللي اسمه ويسكر إن في جزء من قوات الأمن اختفوا من مكانهم، وبيحاولوا إنهم يتواصلوا مع حارس قريب من مكان الفرقة اللي اختفت، وبيتواصلوا معاه فيديو، ولكن هما بيكلموه الراجل بيتقتل. فوقتها في فرقة من الأمن بتروح على مكان الراجل ده، وهناك أليس بتهاجم عليهم وبتقتلهم كلهم. فعلى طول بتدخل فرقة أمن تاني، وفعلا بيقدروا إنهم يخلصوا على أليكس، ولكن وقتها بيلاقوا في 3 نسخ من أليس بيضربوا عليهم نار من كل حته. طبعا احنا عارفين ان امبريلا بتستنسخ البشر عادي جدا، والثلاث نسخ دول بيخلصوا على جزء كبير جدا من فرقه الامن دي. ووقتها رئيس الامن بينشر غاز سام في المكان علشان خاطر يخلص من أليس تماما. ووقتها ويسكر واللي معاه بيشوفوا ان مبنى شركه امبريلا بينهار، وقوات الامن اللي معاهم بتقع واحد ورا التاني، كلها مساله وقت وهتكون أليس واقفه قدامهم. وبيطلع على الطياره بتاعته علشان خاطر يهرب من المكان، واول ما بيركب الطياره بيفعل نظام التدمير الذاتي، وده بيعمل انفجار نووي محدود في مكان الشركه باللي فيها وباللي جنبها. وفعلا المبنى بينفجر، وويسكر في الطياره رايح على مقر تاني، بس وهو قاعد بيلاقي أليكس واقفه وراه وبترفع عليه السلاح وكانت هتقتله، بس هو بيلحق نفسه وبيحقنها بحاجه في رقبتها. وبنعرف ان اللي في الحقنه ده هو مصل من التي فيروس، وده هو الفيروس اللي جزء كبير منه بيحول الانسان لزومبي، انما جزء معين بيخلي اللي بياخده بيتحول لبطل خارق. وبالمصل اللي أليس خدته ده معناها انها رجعت تاني بشريه ضعيفه. وفعلا لما بتقوم من مكانها علشان خاطر تضرب ويسكر، مش بتعرف توجه له ضربه واحده، وبتقع على الارض من كتر ضعفها. وهما بيضربوا بعض الطياره اللي هما فيها بتخبط في جبل وبتتحطم، وفعلا ويسكر بيموت، انما أليس بتقدر انها تنجو من الحادثه دي. وبعد مرور 6 شهور أليس بتسمع نداء على لاسلكي الناس قاعدين في مكان اسمه أركاديا في ولاية ألاسكا، وبيطلبوا من الناجيين إن ينضموا ليهم. وفعلا لما أليس بتسمع النداء ده بتروح على ولاية ألاسكا على طول، وهناك بتلاقي طيارات كتيرة جدا زي اللي معاها، ولكن مفيش أي حد خالص في المكان. فبتحبط وتقعد على الشط وهي بتفكر هي ممكن تعمل إيه. بس وهي قاعدة على الشط بتلاقي كلير صاحبتها بتهاجم عليها وهي عصبية جدا ومش فاكرة أليس، ولكن بسبب التدريبات بتاعت أليس فبتعرف إنها توقعها على الأرض وبتفقدها الوعي. وبعد ما بتفقد الوعي أليس بتشوف إن في جهاز شبه الحشرة محطوط على صدر كلير، وقتها بتحس إن ممكن يكون الجهاز ده هو اللي خلاها عاملة كده، فبتشيله من مكانه. وعلى بالليل بتفوق كلير وهي مربوطة، ولما أليس بتشوفها فائت فبتعتذر منها بسبب الربطة، وبتحاول أليس إنها تفكر كلير بيها، وكمان بتسألها عن الحشرة اللي كانت على صدرها، ولكن كلير مش بتكون فاكرة أي حاجة. ولما أليس بتلاقيها كده بتفقد فيها الأمل على الأقل دلوقتي. وتاني يوم الصبح أليس بتاخد كلير في الطيارة معاها، وبيتمشى حوالين الولاية يمكن يلاقوا أركاديا اللي بيدوروا عليها. وبعد شوية طيران في الجو بتلاقي أليس رسالة استغاثة على سطح مبنى عملاق، ولما بتركز بتلاقي في ناس بيطلبوا منها المساعدة. وقتها أليس بتقرر إنها تهبط بالطيارة على سطح المبنى ده علشان خاطر تساعدهم، ولكن وهي بتهبط على السطح بتفقد السيطرة على الطيارة وبتصدم في السطح وهي بتهبط، والطيارة بتتعطل. ولما بتخرج من الطيارة بتقابل الناس اللي كانوا موجودين على السطح، وأولهم هو لوسر اللي بنعرف إنه كان لاعب كرة سلة مشهور جدا، ومعاه كريستل البنت اللي كانت رايحة على هوليوود علشان خاطر تمثل، ومعاها المنتج السينمائي الداني اللي ممكن يعمل اي حاجه علشان خاطر نفسه وعلشان خاطر مصلحته اللي اسمه بينت، وكمان كان معاه المساعد بتاعه. ولما بتنزل على السطح تكلم الناس بتعرف ان هم كمان كانوا عايزين يروحوا على اركاديا من وقت ما سمعوا نفس النداء اللي على الراديو. لكن وقتها أليس بتقول لهم ان مدينه اركاديا دي ما فيهاش اي حاجه هناك، وان كل اللي فيها شويه طيارات بس وقتها لوصل لما بيلاقي الشباب احبطوا بيفهم ان أليس عندها سوء تفاهم، ويقول لها ان اركاديا دي مش مدينه وانما سفينه اسمها اركاديا، واتحركت من ولايه ألاسكا، والفتره طويله كانت موجوده على الحدود البحريه بتاعت ولايه ألاسكا. ولما أليس بتعرف الموضوع ده الامل عندها بيتجدد تاني، لانها كانت كل ده بتدور غلط اساسا، وكانت بتدور على حاجه مش موجوده. وبتسال لوسر عن خطتهم علشان خاطر يروحوا على السفينه، ووقتها لوسر بيقول لها ان المدينه اللي هم فيها مليانه زومبي في كل حته، انهم مش هيعرفوا يخرجوا من المدينه دي الا بمعجزه. وتاني حاجه المبنى اللي هم فيه ده يبقى سجن، وعلشان كده متامن كويس جدا من اي حاجه بره. ولكن بره السجن بقى السجن كله متحوط بزومبي. وفي وسط الكلام بتاع السفينه والطيارات ده بتبدا تظهر ذكرى مشوشه لكلير على انها نزلت من الطياره في نهايه الجزء اللي فات، نزلت من الطياره على جزيره، وبعد كده شويه جنود وصلوا على الشاطئ علشان خاطر ياخدوا الناس اللي كانوا في الطياره، وبعدها ذكرياتها بترجع تشوش تاني. وعلى بالليل بتلف أليس في المبنى وبتتعرف على الناس، وهم قاعدين بياكلوا كريستال بتسأل أليس إن لو الطيارة بتاعتها تقدر تاخدهم من المكان هنا على سفينة أركاديا ولا لأ، ولكن وقتها أليس بتقول لها إن كلهم مرة واحدة صعب، لأن الطيارة بتشيل 2 بس بشكل آمن، ولكن ممكن ينفع لو هتنقلهم دفعات. لكن هنا بيقاطعهم لوسر وبيقول إن أليس مش بتعرف تهبط بالطيارة كويس، ودليل على كده الطيارة اللي بايظة على السطح فوق، وإنها لو حاولت تهبط أكتر من مرة الموضوع هينتهي بيها إنها هتنفجر وتخلص عليهم. وقتها كريستال بتقول طب ما تيجي نسأل الراجل اللي معانا يمكن يفيدنا، ولما لوسر بيسمعها بيعترض
بتتعرض جدا، وقتها أليس مش بتكون فاهمة أي حاجة، ولما بتسأل لوثر مين اللي ممكن يساعدهم هو رافض. لوثر بيقول لها ده واحد شفناه هنا وكان محبوس وباين عليه خطر، وعلشان كده سيبناه في الحبس بتاعه، وعلشان يطمنوا بتروح أليس علشان خاطر تتكلم معاه. ولما بتوصل للزنزانة اللي محبوس فيها، الراجل اللي قاعد على الحراسة بيقول للوثر إنه سمع صوت غريب جاي من ورا الحيطة، وإنه خايف لا يكون الزومبي قدر يتصرف ويدخل للمبنى. فوقتها لوثر بياخد الراجل الحارس وبيروحوا علشان خاطر يشوفوا مصدر الصوت، وبيسيب أليس مع السجين، واللي للمفاجأة يعني السجين ده بيكون عمي مايكل سكوفيلد، بس هنا اسمه كريس ريدفيلد. ولما أليس بتسأله انت بتعمل هنا ايه وليه محبوس، فكريس بيقول لها انه كان مع واحدة عسكرية في المكان هنا علشان خاطر يحاربوا الزومبي، وهم موجودين جالهم قرار من رتبة عالية انهم يفرجوا عن المساجين ويخلوهم ينضموا ليهم في مواجهة الزومبي. ولما المساجين طلعوا من السجن وبدأوا يحاربوا الزومبي، ومع اول لحظة شافوا فيها فرصة للهروب، استغلوا الأسلحة اللي معاهم وضربوا الوحدة العسكرية كلها وقتلوا منهم ناس وهربوا من المكان، وكان معاهم المعدات بتاعت الوحدة العسكرية. ووقت ما المساجين بيهربوا هو اتضرب ضربة جامدة، وبعدها فاق لقى نفسه في السجن. ولما لوثر واللي معاه دخلوا السجن شافوه في الزنزانة، فخافوا منه ولا يكون خطر ولا حاجه، وكملوا الحبسه بتاعته. وبيكمل كلامه بيقول لأليس انه بحكم شغله في السجن هنا وانه كان مع واحده عسكريه فاكيد عارف السجن كويس، وهو الوحيد اللي هنا اللي يقدر يهربهم من السجن، بس اكيد يعني مش هينفع يهربهم وهو محبوس كده. ولما أليس بتسمع القصه دي بتطلب من لوثر انه يخرج كريس، بس وقتها لوثر بياخدها على جنب يقول لها ان هو مش مصدقه وعارف انه بيكذب، لان نظرته في الناس مش بتخيب ابدا، وهو شاكك انه مجرم ووراه حاجه كبيره. وبره المبنى بقى بنشوف ان في زومبي فعلا قدروا انهم يخترقوا المبنى، ولكن من تحت الارض، وبنعرف ان الاصوات اللي كان حارس الزنزانه بيسمعها كانت فعلا اصوات زومبي، وده صوتهم وهم ماشيين في الصرف الصحي تحت المبنى. وتاني يوم بقى لوثر بياخد أليس علشان خاطر تاخد دش سخن وتروق على نفسها، ولما لوثر بيسيبها وبيطلع بتبدا أليس تجهز علشان خاطر تستحمى، ولكن قبل اي حاجه بتسمع صوت غريب في الحمام، فبتاخد السلاح بتاعها وبتمشي في الحمام تشوف مصدر الصوت. ووقتها بتلاقي ان حارس الزنزانه واقف يبص عليها، ووقتها أليس بتمسك في خناقه بسبب كده، بس هما بيتكلموا بيلاقي هجم عليهم زومبي شكله غريب جدا، وأليس بتقدر انها تنقذ نفسها، ولكن في واحد من الزومبي بياخد الحارس معاه على الصرف الصحي اللي طلع منه. ووقتها بتطلع تجري أليس تقول للفريق على اللي حصل، ولما بيقفوا يشوفوا حل للموضوع اللي هما فيه بتقول أليس ان الكائنات دي اقوى من الزومبي، وانهم هم المتحور الجديد من الزومبي، يعني الزومبي تكيف على الوضع وبقى يتطور من نسله كمان. وبتقول ان الحل الوحيد علشان خاطر يقدروا ينجوا هو انهم يهربوا من السجن ده، لانه ما بقاش امان، وبما انهم هيهربوا فلازم يخرجوا كريس علشان خاطر هو الوحيد اللي عارف السجن. بس لما الفريق بيسمع حاجه زي كده بيرفض جدا تحرير كريس، لان كريس خطر. وموضوع ان هم خايفين من كريس ده عجيب جدا، لان هم دخلوا شافوا كريس مسجون، محدش فيهم عارف هو مسجون ليه اساسا، فكلهم بيقولوا انه خطر من غير ما حد يتعامل معاه اساسا. وبعد شويه مناقشات سوا مش بيلاقوا حل غير انهم يحرروا كريس علشان خاطر يعرفوا يخرجوا. وفعلا الفريق بعد شويه تفكير بيروحوا على زنزانه كريس علشان خاطر يخرجوه. ولما كريس بيخرج وبيشوف كلير بيتعرف عليها بسرعه لانها اخته، ولما بيروح يكلمها بيتصدم انها مش فاكراه اساسا، بس بيحاول يقول لها على اي ذكريات بينهم، ولكن كلير مش بتفتكر اي حاجه. وبعد ما بيهدوا شويه كريس بياخدهم على جراج وبيقول لهم ان جوه عربيه تشيلهم كلهم، والعربيه دي قويه تقدر انها تخترق الزومبي وتمشي في الشارع. ولما الفريق بيعرفوا الخطه بيبداوا يجهزوا علشان خاطر يمشوا، بس لوثر وقتها بيقول لهم انهم لازم ياخدوا معاهم سلاح علشان خاطر يامنوا نفسهم على الطريق. فكريس بيرد عليه وبيقول له انه عارف مكان مخزن السلاح والذخيره، وان هناك موجوده اسلحه تقيله شويه يقدروا يستخدموها لو حصل خطر. وهم واقفين بيخططوا لدخول المخزن بيلاقوا وحش كبير جدا واقف بيخبط على الباب بفاس، كلها مساله وقت لحد ما يكسر الباب ويدخل. وانا لما بحثت على اسم الكائن ده طلع اسمه اكس مان، فاحنا هنسميه ابو فاس. وعلى الناحيه الثانيه بتكون أليس وكريس وكريستل ماشيين في السجن ورايحين على مخزن السلاح، ولكن هم ماشيين بيظهر لهم زومبي من الميه وبياخد كريستل وبينزل بيها على تحت. ووقتها كريس وأليس مش بيقدروا انهم يعملوا حاجه لان الزومبي كان اسرع منهم بكتير، وبيكونوا خايفين جدا بسبب التطور المرعب ده للزومبي وانه بقى اقوى منهم بكتير. ويفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا اوضه الاسلحه، وهناك بيلموا الاسلحه اللي هم عايزينها. وقدام البوابه بقى لوثر وكلير بيحاولوا انهم يقفوا قصاد الوحش ابو فاس علشان خاطر ما يدخلش عليهم، وبيقدروا انهم يحطوا عربيه شرطه قدام الباب علشان خاطر تعطلوا شويه. اما في الجراج بقى بيكون انجل واقف مع المنتج بنت والمساعد بتاعه، وواقفين بيحاولوا يشوفوا حل للعربيه دي. ووقتها بيكون المنتج شايف ان احسن حل هو الطياره لانها موجوده وشغاله، وبيكون شايف انه يروح هو في اول نقله وبعد كده هترجع أليس تاخد الباقي. وبعدها بشويه وانجل بيصلح العربيه بيقول ان العربيه دي مركونه بقالها كتير جدا ومحتاجه حوالي اسبوع علشان خاطر تتصلح، وانها مستحيل تمشي دلوقتي. فوقتها المنتج بيطلع السلاح وبيقتل انجل وبيطلع يجري على السطح علشان خاطر ياخد الطياره ويهرب بيها. وهو بيطلع بالطياره بيوصل كل الفريق على السطح، ولكن محدش فيهم بيلحق يوقف بنت وبيهرب بالطياره. ووقتها هم واقفين مصدومين بيلاقوا الزومبي قدر انه يطلع على السطح، فبالاسلحه اللي معاهم بيبداوا انهم يضربوا على الزومبي نار لحد ما الفريق يوصل للاسانسير وبيركبوا فيه من غير أليس. وأليس بتفعل قنبله على السطح وبتربط نفسها بحبل وبتنط من فوق، ووقتها السطح كله بينفجر بالزومبي اللي عليه. ولما بتنزل على تحت بتكون عايزه تروح للجراج، ولكن وقتها بتلاقي ان كميه الزومبي اللي قدامها كتير جدا، بس بتلاقي لوثر ظهر وبدا انه يخلص على الزومبي اللي قدامها، وبعدها بتقدر انها تدخل له السجن وبيقفلوا عليهم البوابه علشان خاطر تحميهم من الزومبي.
ولما بيدخلوا على الحمام هناك بيفكروا سوا وبيعرفوا ان مواسير الصرف اللي في المكان هنا بتصب في بحيره قريبه من السجن، فبيقرروا انهم كلهم يهربوا من المواسير دي. وقبل ما الفريق كله يهرب من المواسير ويدخل عليهم الحمام الوحش ابو فاس وبيقتل مساعد المنتج، وقتها بيحاول انه يهجم على أليس، ولكن أليس بتقدر انها تطلع تجري منه في الحمام وبتحاول انها تضرب عليه نار، ولكن الرصاصه الطبيعيه مش بتاثر فيه. ووقتها الوحش ابو فاس ده بيضرب أليس ضربه جامده بتفقد فيها الوعي، ولكن قبل ما بيقتلها بيلاقي كلير بتضرب عليه نار من بعيد، فبيسيب أليس وبيجري ورا كلير علشان خاطر يقتلها. بس كلير بتعرف تتفادى الضربه بتاعته، ولما كان خلاص هيقتلها وبتتدخل أليس وبتضرب طلقه كانت عاملاها مخصوص على دماغ الوحش ابو فاس ده وراسه بتنفجر. والطلقه اللي كانت عاملاها دي كان فيها حديد كتير جدا وحاجات عشوائيه كده قادره انها تخلص على وحش عملاق. وبعد ما أليس وكلير بيخلصوا من الوحش ده بيدخلوا هم كمان مواسير الصرف علشان خاطر يهربوا من المكان، وهم في المواسير بيلاقوا قدامهم بلوسر داخل علشان خاطر يرشدهم على الطريق، لان في زومبي متطور جدا موجود في المواسير وممكن يقتلهم. ولما بيوصلوا على مكان المصب كلير وأليس بينزلوا من المواسير، ولكن بيظهر الزومبي وبيسحب لوسر قبل ما ينزل لهم، وكالعاده يعني مش بيعرفوا يعملوا له اي حاجه فبيسيبوه وبيمشوا. وبعدها بياخدوا مركب انقاذ وبيطلعوا على سفينه اركاديا، ولما بيروحوا هناك بيلاقوا الطياره اللي المنتج بنت خدها وهرب، بس بتكون متحطمه وهو ملهوش اي وجود ولا هو ولا اي حد تاني. ولما بيتمشوا شويه في السفينه اللي مفيش حد ظاهر فيها دي بيلاقوا قدامهم شعار امبريلا، فبيعرفوا على طول ان اركاديا دي ما هي الا فخ من شركه امبريلا علشان خاطر تمسك باقي البشر اللي نجوا من الكارثه البيولوجيه اللي حصلت، وانهم عايزين يعملوا عليهم تجارب برضه علشان خاطر يكملوا البحث بتاعهم. ولما كلير بتشوف الشعار بترجع لها الذاكره على طول وتفتكر انها اول ما وصلت على الشاطئ هنا لقيت ناس جايين من البحر علشان خاطر ياخدوه، ولكن اول ما شافوهم مسكوهم وحط عليهم حشره الكترونيه بتسيطر على الجسم وخدوهم بالعافيه على المراكب، ولكن كلير هي الوحيده اللي قدرت تهرب منهم. ولما كلير بتفتكر كل ده في بوابه بتفتح قدامها، ولما بيدخلوا بيلاقوا كبسولات طبيه كتيره جدا فيها كل الناس اللي اتخطفوا واللي جم على المركب دي، ومنهم واحده كانت صاحبه كلير في القافله بتاعت الجزء اللي فات اسمها مارت، فبيروحوا علشان خاطر يطلعوها من الكبسوله. ولما بتخرج بتكون خايفه جدا ومش فاكره اي حاجه خالص. وعقبال ما كلير واخوها يهدوا البنت دي بتسمع أليس صوت من الاوضه جنبها، ولما بتدخل بتلاقي قدامها ويسكر مدير شركه امبريلا، فعلى طول بترفع عليه السلاح، ولكن وقتها بتلاقي بنت جاي من وراها بالسلاح وبيطلب منها انها ترمي السلاح اللي ماسكاه، وده لانه اشتغل لحساب امبريلا مقابل المصل. ولما أليس بتسال ويسكر هو انت لسه عايش بسبب ان اللي كانت في الطياره دي نسخه منك ولا حاجه تاني، فويسكر بيقول لها انها لا ما كانتش نسخه منه ولا حاجه، وانما هو قبل ما يموت كان واخد جرعه صغيره من التي فيروس، ولما مات رجع للحياه تاني، وبسبب انها كانت جرعه صغيره فهو لسه محافظ على انسانيته، ولكن في جزء منه اتحول لزومبي. وعلشان كده عمل الموضوع بتاع سفينه اركاديا ده علشان خاطر يجيب البشر هنا ويقدر يتغذى عليهم في هرمون معين في جسمهم، ولكن معظم البشر اللي هنا الهرمون بتاعهم ضعيف جدا مش زي الهرمون بتاع أليس. وقبل ما يخلص كلامه أليس بتهجم عليه، ولكن ويسكر بيعرف يتفادى الهجوم ده وبيقوم علشان خاطر يقتلها، ووقتها بيلاقي كلير وكريس بيضربوا عليه نار من ورا فبيحبسهم في كبسولات طبيه، وبعدها بيهجم على أليس علشان خاطر يقتلها. بس قبل ما بيقتلها مارت بترمي السلاح لأليس فأليس بتخلص عليه. وبعدها بتروح تحرر كريس وكلير من الكبسولات هم وكل الناس اللي كانوا على السفينه، وبيحبسوا بنت مع ويسكر في الاوضه. ولما ويسكر بيتعافى من الرصاصه اللي خدها بيفوق بيلاقي قدامه بنت فبيتغذى عليه وبيسترجع قوته، وبعدها بيركب الطياره بتاعته وبيهرب بيها من السفينه، وبتشوفوا كلير وكريس وبيفضلوا يضربوا عليه نار. ولكن اول ما بيطلع بالطياره بتاعته في الجو بيفعل نفس القنبله اللي فعلها في اول الفيلم، القنبله اللي بتنفجر علشان خاطر تنظف المكان، ولكن اللي ما كانش عارفه بقى ان أليس توقعت الحركه دي وعلشان كده حطت القنبله اللي هتنفجر في الطياره معاه، وهو في الهواء الطياره بتنفجر بيه. في الناحيه الثانيه بقى بنشوف ان لوسر خرج من النفق سليم وان الزومبي ما قدرش ياكله، وبيكون بيجهز علشان خاطر يروح على سفينه اركاديا. وعلى سفينه اركاديا بيكون كل الناس اللي كانوا في الكبسولات استرجعوا وعيهم وبداوا انهم يتحركوا على السفينه، ولكن وقتها بيشوفوا ان فوقهم طيارات كتيره جدا تبع لشركه امبريلا جايين وناويين يخلصوا عليهم. فيا ترى ايه اللي هيحصل في الجزء اللي جاي؟ بس على كده الفيلم بيخلص ورحله جديده من رحلات أليس بتخلص معانا. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه، ولو ليك في فيديوهات الجرائم والغموض اعملوا اشتراك في قناه سلفاتور. وبالمناسبه يعني بيجي الفيسبوك واكونت الانستجرام شغالين دلوقتي زي الفل ونرشح حاجات تشوفوها، فياريت تعملوا فولو ليهم وتفرجوا على الملخصين دول. وبس على كده.